عارفة انك شفتي طرق كتير، مرة بالبطاطس المهروسة ومرة بسميد البسبوسة، لكن لو لسه محدش قالك على الطريقة الأصلية والطعم الأصلي للكوبيبة تعالي وانا اقولك عليها. ازاي تطلعي الكفر واخد اللون الدهبي الحلو ده وانتي بتقليه في الزيت، عمره ما يفك ولا يشقق منك، كمان وانتي بتاكليها ما يكونش الكفر ناشف ومقرمش زيادة عن اللزوم، يكون جوسي كده وحلو. طبق أساسي على سفرتنا في شهر رمضان، فرزي بكمية كبيرة. دي الطريقة الأصلية، ان شاء الله تعجبكم. يلا نصلي على الرسول ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. اول حاجه عندي نص كيلو من البرغل يوازي 3 كوبايات. لو البرغل بتاعك خشن شويه اطحنيه في مطحنه الخلاط زي ما انا عملت، لان الخطوه دي بتفرق جدا. هنضيف عليه 250 جرام، ربع كيلو من اللحمه المفرومه، مفرومه وشين خاليه من الدهن، مهم جدا الموضوع ده، وبصلايه متوسطه. دي كل المقادير بتاعتنا، ما فيهاش اي حاجه تاني، ودي المقادير الاصليه للكوبيبه واكيد كلكم عارفين. ايه بديل اللحمه لو انا مش عاوزه اكلف قوي يا رضوى؟ هقول لك بعد شويه، بس استني اما ابشر البصلايه ناعم واسيبها على جنب. بعد كده بقى هجهز ميه مغليه، وانزل اول حاجه بكوبايتين، بالكوبايه اللي انا عيرت بيها البرغل من الميه المغليه. في الاول ما افورش بقى، يعني اقلب وارجع ازود على حسب الاحتياج. احتجت تاني نص كوبايه من الميه المغليه، يعني كوبايتين ونص في الاول، ونقلب ونشرب البرغل كويس جدا جدا ونسيبه يرتاح ربع ساعه. ايه بقى بديل اللحمه؟ هقولك انت ممكن تستخدمي كوبايتين من البرغل وكوبايه تالته سميد البسبوسه، ودي الطريقه اللي كلكم عارفينها الاقتصاديه، ونضيف البصلايه وباقي البهارات اللي انتوا هتشوفوها بعد شويه. والطريقه التالته 3 كوبايات من البرغل زي ما احنا، نص كيلو، هتضيفي عليه حبتين من البطاطس متوسطين، اسلقيهم وهرسيهم وضيفيهم، وضيفي البصلايه وبرده البهارات، ودي برده هتكون جميله. الثلاث طرق حلوين، لكن للامانه الطريقه الاصليه اللي مضاف عليها اللحمه هو ده طعم الكوبيبه الاصلي، واللي بيفهم في طعمها ويدوقها هيعرف ان دي احلى طريقه تقدري تعملي بيها الكوبيبه. لحد بقى ما البرغل بتاعنا يتشرب الميه المغليه ويعدي ربع ساعه، يلا بينا هاتي وok او حله وضيفي شويه زيت صغيرين او معلقه سمنه صغير، مش عاوزه دهون كتير، وثلاث بصلات حلوين كده كبار، افرميهم فرم ناعم شويه عشان ما يكونش البصل باين. انزل بالبصل في الاول، اخليه يدبل وياخد لون ذهبي حلو، افتح درجات اللون الذهبي، وانزل بالبهارات اللي هقول لك عليها، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وبس، وما تضيفيش اي حاجه تاني. ادي تشويحه للبهارات حلوه لحد ما الزيوت اللي فيها تطلع، وانزل بنص كيلو من اللحمه برده ما تكونش فيها نسبه دهون كبيره. انا مش عاوزه هنا اي دهون خالص على اللحمه، وهنعمل خطوه بعد شويه كده، بس بعد ما نخلص العصاج، لان دي اهم خطوه، عشان الحشوه لو فيها نسبه دهون كبيره بتخلي الكوبيبه تفك، ودي من الاسرار اللي كلكم لازم تعرفوها. اهم حاجه بقى هنشوح اللحمه على نار عاليه لحد ما لونها يغير وتخش في التسويه. هنزل بقى برشه جوز الطيب، لو مش حابه رشه قرفه برضو دي حاجه اختياريه. اظبطي بقى ملحك، واهم حاجه بتميز العصاج بتاع الكوبيبه معلقتين 3 كبار كده من دبس الرمان، وقلبي بتديله مزازه خطيره. خطوات النهارده سهله جدا، نركز مع بعض وهتاكلي احلى كوبيبه. يلا بقى نرفع العصاج من على النار. نسيت اقول لك وانا بعمل العصاج، لو حابه تضيفي سنيبر او اي نوع مكسرات عليه زي ما تحبي، يمكن مش بحب المكسرات قوي، جهزت مصفى وتحتيها طبق، وهنزل بالكميه كلها بتاعه العصاج واسيبه يبرد. ليه بعمل الخطوه دي؟ ينزل اي دهون زياده ممكن تكون فيه، وطبعا لازم يكون بارد تماما قبل ما نحشيه في الكوبيبه. ضفت بقى اللحمه على البرغل والبصلايه اللي احنا فرمينها ناعم، معلقه كبيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، والسبع بهارات او بهارات الكوبيبه. اعجني بقى. واحتجت تاني نص كوبايه من الميه المغليه، يعني اضيف الميه شويه بشويه، يعني مجمل الميه اللي انا ضفتها 3 كوبايات من الميه المغليه، كوبايتين ونص في الاول ونص كوبايه تاني وانا بعجن. خلاص. افتكري بقى اي حد مضايقك وافضلي بقى اعجني فيها، مهم جدا، ولازم تديها ضربه في الكبه. ويا سلام بقى لو عندك مفرمه اللحمه يبقى خير وبركه، مش عندك يبقى الكبه تغنينا لحد لما تنعم معانا، ونغطيها ونسيبها تتشمع ربع ساعه او نص ساعه كمان يكون افضل في التلاجة. شايفين كميه الدهون والسوائل اللي نزلت من اللحمه؟ كل دي انا مش عاوزاها. ليه؟ بتخلي الكفر بتاع الكوبيبه يفك، واجي بقى اعمل المقادير وما اعملش الخطوه دي وتفك مني في الزيت وتقولوا بقى المقادير بايظه. لا، انا بديكي الاسرار والحاجات البسيطه اللي تنجحها معاكي، يمكن مش كتير هيقولك عليها، بس بجد دي من اهم الحاجات، السوائل اللي بتكون في اللحمه المفرومه، ولازم تتحشي وهي بارده. بوله جنبك فيها ميه، ابلي ايدي كده بالميه دي، هتساعدني في التشكيل، واكور واعمل كده بصباعي فتحه من النص، او اعمل تجويف من جوه زي ما انا بعمل كده، ورق الكفر بتاع الكوبيبه واحشي العصاج. شايفين؟ انا عاوزاكي بقى تركزي في طريقتها لانها سهله جدا جدا، مفيش اي حاجه صعبه. ابلي ايدي بالميه لحد لما تشكلي الكميه كلها. شايفين بقى الطريقه سهله جدا جدا. حبيت ان انا اعيدها معاكم تاني عشان لو ما خدتيش بالك من المره الاولانيه يبقى المره التانيه تبقي خارجه من الفيديو بتعملي احلى كوبيبه في الدنيا.
ما شاء الله عملنا 34 حبة كوبيبة من الكمية دي، وانا عاملاها متوسطة. لو صغرتي اكتر من كده هتعملي كمية اكبر، يعني توفير التوفير. هفرش شوية وهقلي حبة معاكم عشان تشوفي الجمال. الاول الزيت ما يكونش سخن لدرجة الغليان، سخن شوية بس مش ما يكونش مغلي قوي. انزل بالكوبيبه واهدي نار اخليها متوسطه عشان احنا ضايفين لحمه في الكفر، فلازم تستوي كويس مع التقليب كده كل شويه لحد ما تاخد اللون الذهبي الحلو ده واطلعها. ولا شققت ولا فتحت معايا ولا اي حاجه خالص، مقادير مظبوطه 10/10. وزي ما قلت لك في اول الفيديو، دي الطريقه الاصليه للكوبيبه، واللي بيفهم في الطعم ويجي يدوقها هيعرف قد ايه الكفر بتاعها جوسي جدا جدا وطري، مش ناشف ولا اي حاجه. والعصاجه 10/10. معلقتين دبس الرمان كده مدينه مزازه حلوه. وكمان عملنا كميه جميله في الرزيع، وده طبق اساسي على سفرتنا في شهر رمضان. كل سنه وانتم طيبين. جربوها على طريقتي ان شاء الله تعجبكم. بالهنا، مستنيه رايكم فيها.